السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. وهارد لك قبل هارد لك للاعيبة النادي الأهلي وللجهاز الفني. شكرا جمهور الأهلي الكبير. جمهور الأهلي الكبير مش بس اللي كان في مدرجات استاد 974 في الدوحة، لا، جمهور الأهلي في كل مكان اللي وثق في فرقته وانتظر فرحة كبيرة وساند ودعم وكان على وشك الاحتفال. جمهور الاهلي الكبير اللي قال عليه الكعبي علي سعيد الكعبي معلق المباراة في البي ان سبورت انه دول مجانين بحب الاهلي. دي ناس فعلا بتحب الاهلي الى درجة العشق. ده الجمهور الحقيقي اللي يستحق ان احنا نقول له اسفين، كان من حقك تفرح وكنت على وشك الحفلة والفرح. ايه اللي حصل؟ قبل ما نقول هارد لك كبيرة اللي قالها معلق المباراة في ختام اللقاء، قبل ما نقول هارد لك كبيرة للأهلي لعيبة وجهاز فني على ضياع فرصة التأهل لنهائي كأس الانتركونتيننتال، فقدنا كأس التحدي، فقدنا فرصة اللعب مع ريال مدريد، خرجنا قدام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5. قبل ما نقول كل ده لازم نعترف بحقائق كبيرة في المباراة. والنادي الاهلي ياما فقد بطولات وياما كسب بطولات، بس قيمة الاهلي الحقيقية لما بيفقد بطولة او بيفقد فرصة في مباراة بيعرف يستفيد منها كويس ويجيب اكتر منها بكتير، بيتعلم منها الدرس. النهاردة الاهلي رقم واحد كان الافضل جدا والاحق بالمباراة. ليه ما خدش المكسب؟ هنقول، ولازم نبقى صراحة وأمنا. الاهلي لغاية يمكن لما أنا مسجل هنا أول ظهور بفرصة حقيقية للفريق المكسيكي على مرمى الأهلي كان في الدقيقة 27 من الشوط الأول. تخيلوا، طول الوقت أنت اللي ضاغط وأنت اللي هاجم، والسيطرة ليك والاستحواذ ليك والمحاولات ليك والكرانر ليك وكل حاجة أنت الأفضل في ملعبهم، والضغط العالي والضغط الواطي وكل أنواع الضغط. ليه ما سجلتش؟ ده برضو سؤال مهم. وانا لما بيبقى في نوع من القصور لازم نقوله، مفيش تقصير لكن في قصور. المباراة في المجمل انت الافضل، انت ما بدأش الفريق المكسيكي يروح عليك بخطورة حقيقية الا تقريبا التلت ساعة الاخير من الشوط الثاني، وكان واضح جدا ان العامل البدني بدأ يأثر، وانا قلت انه دخلنا مرحلة الرهان البدني الشاق الى ان استدركت لركلات الترجيح. وركلات الترجيح فيها دروس وفيها كلام كتير، بس خلينا نجيب من الآخر. قرار المدرب بالتغيير ده قرار يملكه المدرب. اللاعب اللي بيوفق لما بينزل بيثبت ان القرار كان صح من عدمه. رأيي المتواضع جدا ان وسام ابو علي كان محتاج يستمر في الملعب اكتر من كده. هو خرج في الدقيقة 77. اعتقد ما دام الامور رايحة لوقت اضافي كان وجوده افيد واجدى من كهربا. ده رقم واحد. رقم اتنين، كهربا بقاله فترة ما هواش جاهز. الماتشات اللي زي كده ربما كان وسام أسرع وأجهز، وقدراته حتى في القنص وردات الفعل بتاعته أعلى من كهربا. خروج وسام في الدقيقة 77 رقم واحد، خروج وسام في حد ذاته مش قرار إيجابي. رقم اتنين، نزول كهربا كمان مش قرار إيجابي. مشاركة كهربا كان ممكن تبقى كويسة لو انت عندك الأطراف الدنيا شغالة، لكن الحقيقة اللي كانت باينة تانية ان احنا الفريق محتاج تدعيم هجومي بسرعة. تنشيط الشق الهجومي على مستوى الجناحين وعلى مستوى رأس الحربة محتاجة. الدوحة جرس انذار قوي للأهلي في أمريكا
انت بدأت تلعب في ليفل عالي، بدأت تحتك بمدارس اقوى، بدأت تلعب في مستويات وطموحات وارقام كبيرة جدا. الدعم واجب، والتدعيم الهجومي بقى فرض عين مش فرض كفاية. محتاج ناس على مستوى الطموح الكبير اللي الفريق وصل له، والحمد لله محدش وصل للمستوى ده الا النادي الاهلي. محدش ده عمل للنادي الاهلي الا اداره النادي. مجلس الاداره الحالي هو اللي وصل مع الجهاز الفني ومع هذا الجيل من اللعيبه مستوى الطموح الى هذا الحد. فارجوكم لا تبخسوا الناس اشياءهم. في اخطاء لازم نتكلم فيها بوضوح وامانه، لكن اوعوا ابدا تسمحوا للاخرين يتسللوا علشان يهدوا المعبد على ما فيه. لا، ارجع اتفرج على المباراه، شوف التغني بالاهلي طول المباراه، شوف علي سعيد الكعبي وهو بيقول لك دول مش لعيبه، دول رجاله، والمصريين هم، والاهلي ده حدوته كبيره، والفريق ده قصه تانيه خالص. كل دي كانت الفاظ مستحقه في مدح الاهلي والاشاده بيه، لكن ما فرحناش في الاخر. رقم واحد، التدعيم الهجومي بقى مطلوب جدا. السيطره بتاعتك سيطره بلا فاعليه حقيقيه. انت سيطرت بس ما فيش الفرص الحقيقيه الكبيره اللي تترجم هذه السيطره، حتى الفرص اللي ضاعت. يعني الكره اللي لعبها وسام لكهربا وانفرد بيها وطولت منه، او كره كهربا، كره طاهر اللي خدها من مره واحده. انت ما عندكش الترجمه الحقيقيه حتى للسيطره بتاعتك. السيطره اكتر من الفرص اللي اتصنعت. الباقي كلها محاولات بالشوتنج من بره، امام او مروان او اكرم توفيق كان واحد من الرجاله الكبار قوي. مفيش حد يا جماعه في الماتش اثر. كل الناس بذلت مجهودات عاليه جدا جدا. يعز عليا ان انا مباراه زي كده اتبذل فيها المجهود الخرافي ده قوي، ان انت ما تكسبهاش وان الناس تبدا تلوم. لكن قلت لكم الدرس الاول ان انت محتاج تدعيمات قويه وسريعه، خاصه في الشق الهجومي، الاجنحه وراس الحربه. رقم 2، دكه البدلاء بتاعتك الفوارق زادت قوي بين الاساسيين والبدلاء. مسؤوليه المدرب في عدم تجهيز العناصر اللي موجوده والاكتفاء بالدقائق القليله اللي بياخدوها في ماتشات كتيره سابقه خلتك انت عندك لاعب زي رضا سليم انت مبعده خالص وما فيش قرار واضح فيه. الماتش اللي فات ياخد تقريبا فول ماتش والنهارده ما ياخدش خالص، وهكذا اذا كان بيرسيتاو او غيره. الفوارق اتسعت بين الاساسي والاحتياطي. هنا الحل يكون اما انك انت تقف على حدود قدرات البدلاء، او لازم تقوي دكه البدلاء للمستوى اللي انت رايح تنافس فيه. لانه الصدمات البدنيه الكبيره قوي والماتشات اللي محتاجه قوه بدنيه عاليه بتخليك محتاج تستخدم اكبر عدد من اللعيبه. فاكبر عدد من اللعيبه ما ينفعش ان وسام يبقى بديله كهربا. بيحصل الفرق على طول. كهربا مش جاهز، كهربا مش دايس على نفسه، كهربا في النهايه هو جناح مش راس حربه. امور كتيره نتكلم فيها، لكن في فرق كبير وبقى بيتسع بين الاساسي والاحتياطي. فلما بتغير الدنيا بتقل شويه والايقاع بينزل بتاعك، ما بتفضلش شغال بنفس الرتم. ويمكن الراجل بيتاخر كمان في التغييرات للدقائق الاخيره في معظم الماتشات، وده سبب ونتيجه. هو سبب في وقوع دكه الاحتياط ونتيجه لهذا الفارق. فدي مساله لازم تتعالج علشان انت لما تعمل تغيير تحافظ على ايقاع الفريق. ضربات الترجيح او ضربات الجزاء جزء من مهارات اللعبه، والاهلي اكتر فريق بيلعب مباريات اقصائيه. المباريات الاقصائيه جزء من الحلول اللي فيها ضربات الجزاء، اذا كانت ترجيحيه او ضربات جزاء في المباراه. احنا خسرنا كاس السوبر الافريقي مع الزمالك بركلات الترجيح، وخسرنا قبل كده اعتقد، والنهارده بتخسر كاس التحدي وتخسر جايزه كتيره وتخسر مجد اللعب في النهائي بسبب ركلات الترجيح. لا، ده تقصير شديد جدا في تدريب اللعيبه. لابد ان يبقى عندك درجه عاليه جدا من الاجاده لتسديد ضربات الجزاء.
ما يحصلش حاجه ان بعد كل التمرين الناس تتاخر على المروح شويه ربع ساعه وتلعب تسدد ضربات جزاء. كل لاعب من دول لو بيشوط له كل يوم 10 ضربات جزاء مش هيبقى عندنا المشكله ديت. مش هيبقى عندنا المشكله النفسيه والذهنيه اللي خلت واحد زي امام عاشور مش عايز يشوط علشان سبق ان هو ضيع قبل كده. احنا عندنا لعيبه كبيره بارقام كبيره بيلعبوا في مستويات عاليه جدا. مفيش حاجه اسمها ان انا اسيب لاعب عنده هزه نفسيه من تسديد ضربه جزاء. لازم المدرب والستاف اللي معاه جرعات مكثفه من تدريب اللعيبه باستمرار، مش بس قبل البطوله، لان ده قرار تراكمي. الثقه في تسديد ضربه الجزاء ده قرار متراكم، مش قرار لحظي، مش قرار يتعالج بيه يعني اسبرينا قبل مباريات زي كده ابدا اعمل يوم ضربات ترجيح. لا، ده المفروض تكون مهاره شغاله على طول وتمرينه ثابته باستمرار، سواء تستفيد منها في المباراه او في المباريات الاقصائيه اللي زي كده، لانه عيب قوي نخسر القاب كبيره وفرص كبيره وامجاد كبيره بركلات الحظ. هتقول لي دي مجرد حظ، اقول لك ما هو في النهايه انت ضاعت منك ضربتين، ضاعت من باتشوكا اول ضربتين، واحده صدها الشناوي هايل والثانيه طلعت فوق. كهربا يجيبها تكسب. هل كهربا كان الاختيار الافضل؟ ما اظنش، ربما هو كان الاختيار الاضطراري، لكن ده بسبب ان انت الناس كلها رجلها مش في ضربات الترجيح سالكه، الدنيا مش ماشيه. هنا في تقصير لابد ان نتواجه بيه ونصلحه، لانه المباريات الاقصائيه اللي بنلعبها كتيره، وراجعوا البطولات اللي خسرناها بلعنات الحظ دي. عندك كمان فكره انك انت وانت مسيطر مفيش فعاليه. انت مسيطر سيطره استحواذ، سيطره مواقف دفاعيه صح، تمركز سليم، برافو جدا ان احنا شغالين بشكل كويس في النواحي الدفاعيه. انت بتلعب في مستوى برضه بطل امريكا الشماليه، ومش عايز حد يقول لي اصله متازم في دوري بلاده، واقول لك هو في النهايه لسه كسبان بطل البرازيل وبطل ليبرتادورس 3-0. فده فريق جيد وعنده دوافعه وعنده لاعيبته. انت النهارده سيطرت عليه السيطره التامه، كان ينقصك بس ان انت تسجل. ودايما بقول اذا هبت رياحك فاغتنمها، لانك وانت مسيطر لازم تبقى فاهم انه التاني المدى المدرب بتاعهم مركز على استدراجك لاخر المباراه للعامل البدني، هو شايف انه الشق البدني في صالحه. ودي فوارق ذاتيه معروفه يعني، لان انت اصلا قبل كده في 2008 جيل غير الجيل، لعيبه غير اللعيبه، بس اتقدمت عليهم 2-0 شيلوك 4 بعد كده، كسبوا 4-2 مع كل الجيل الكبير بتاعك. فانت باستمرار وانا مسيطر، انا مش فرحان ان انا مسيطر والشوط الاولاني يطلع درون، لا، كان لازم انا اسجل. يبقى الان لازم أنا ادرب ضربات ترجيح، ضربات جزاء كتير، لازم ادعم الفريق بقوه هجوميه صح، لازم اعلي كفاءه دكه الاحتياط والبدلاء، لازم اللعيبه اللي عايزه تستمر مع النادي الاهلي تبذل مجهود اكبر يأهلها للاستمرار. والكلام يا ريت يكون واضح، لانه طموحات الفريق كبيره. النهارده ناس كتيره قوي في الملعب ما قصرتش، كله بذل مجهودات كبيره جدا، رجاله ويستحقوا التحيه ويستحقوا الاشاده، بس مش هنفضل نخسر فرص بطولات كبيره بركلات الحظ. اعمل اللي عليا وبعد كده اتكلم على الحظ، لكن يضيع من المنافس اول ضربتين، عندي فرصه خلاص ضربه تكسبني المباراه، تركيزي يضيع، او اشعر انا مع مستر كولر انه احنا ما احتفلناش، لانه الناس قالت لك لما ضاعوا الضربتين اللعيبه حست بالسعاده ان هي خلاص قربت. ده المفروض يكون ادعى ان انت تبقى ثابت انفعاليا اكتر وما عندكش توتر، لكن تضيع ضربات بالشكل ده لا لا لا، ده تقصير شديد في تدريب اللعيبه على ركلات الترجيح اللي ما بيتمرنوش عليها طوال الموسم. وقلت لكم ده المفروض يكون فقره ثابته في التمرين ولا تهمل. احنا لما بيجي لنا ضربه جزاء في الماتش بنقعد نقول مين اللي هيشوط، كان علي معلول بيبقى ظاهر. طب بعد علي معلول كان
رامي ربيعه وعمرو السوليه. النهارده عمرو السوليه موجود ومحطوط في اخر الطابور. لا، خلينا نبقى صراحه. لكن واحنا بنطالب بالتدعيم ومتاكد ان ده هيتم ان شاء الله تعالى في اقرب فرصه بلعيبه ذات كفاءه عاليه تعالج القصور الهجومي ده، لان انت بتسيطر بتعمل كل حاجه في الملعب غير التسجيل. فرقه المهاجم الاوحد اللي في كفاءه وسام ابو علي لا، يعني تعور، قل مستواه، مش موفق، يبقى انا في حزبيس. الاجنحه انا بعتمد على الاجنحه. طاهر جناح كويس لكنه بحتاجه اكتر علشان بينزل يدافع. لا يا خواجه، احنا عايزين عناصر شديده الهجوميه، عايزين حتى المدافعين حتى في نص الملعب. كل مسألة على حد يقول لك اصل الراجل رأيه انه ما بيدافعش. ما بيدافعش، بس كمان محتاجين عناصر هجوميا اشد خطورة وفعالية. كولر عمل بطولات كبيرة جدا مع النادي الاهلي وعمل ارقام قياسية، الراجل هايلة جدا، لازم يتحافظ عليها ويتحافظ عليه، بس ابجديات الحفاظ عليه ان شاء الله تعالى في علاج كل اوجه القصور. الاسباب اللي انا قلت لكم ادت الى ان جمهور الاهلي يخرج زعلان من ضياع فرصة اللعب في نهائي كأس الانتركونتيننتال، لكن الجايات اكتر من الرايحات، بشرط ان احنا نعالج اخطائنا ونعترف بيها بامانة وبمسؤولية. شكرا لحضراتكم.